ناخذهاش وأتحداك تجيبني. أنا أعطيك معلومات تمشي تبحث عنها، إذا كانت كذب ارجع وقول لي كذبت. الفرق بيني وبينك أنت الجزائري الذي يتهمني أنك أنت تعتبر الحياة بدأت الستينات، ولذلك كل شيء تبدأ من الستينات، الهوية من الستينات. أنا أعمق وأبعد من ذلك. نحن لو أتيت هنا في موريتانيا لوجدت أننا الستينات التي تحدث عنها أنت احنا قاع لا نعترف بها. نحن نضرب في التاريخ وأجدادنا هم محيي الملة الإسلامية في الصحراء الكبرى، ونسخنا أقولها لك، نسخنا مدونة في الكتب وفي المكتبات الإسلامية الموريتانية، وأنت تبدأ حياتك وهويتك من 1962 وتأتيني أنا وتقول لي أنت لا هوية لك لأن الستين كذا وكذا ولأن الملك كذا، وأنت تتحدث هنا. أنا أتحدث عن الهوية الحقيقية، لا أتحدث عن الهوية التي أحدثها الفرنسيون. عن ماذا تتحدث أخي الكريم؟ أبعثك إلى المعلومات. لا تفكرون حتى في الهدايا المسمومة. أنا أقول لك أن تقول لوزارة الخارجية الجزائرية أن تنشر الهدية التي أعطاها إياه وزارة الخارجية الأمريكي فيما يخص بداية العلاقات الرسمية بين الجزائر والولايات المتحدة، وأعطاه الوثيقة كبداية للعلاقات بين الدولتين وتاريخها 1795. قلنا جيد، والحقيقة هذا مهم بالنسبة لنا. ذهبنا وبحثنا عن اتفاقية الأمن والصداقة والأمن، ولله الحمد وجدناها في المكتبات الدولية. من الذي وقع باسم الجزائر؟ الباشا حسن. هذا جيد. من هو الباشا حسن؟ دخلنا أيضا نبحث عنه، وجدناه عبدا جورجيا متبنيه تركي، وتبناه ورباه وعامله بالضبط كأبنائه، وأدخله العسكر الجيش التركي وتدرج، وهو الذي كان في الأخير يسطو على الأمريكيين في سواحل الجزائر، وهو الذي وقع باسم هذا. ووجدنا أن الاتفاقية التي تم أعطي أصل منها للحكومة الجزائرية بالتركية. يا أخوة الكرام، هذا التاريخ هل أنا الذي أخرجته أم أنني تعلمته بنقاشي معكم والبحث العلمي والأكاديمي؟ هذا فقط هو الذي يزعج والذي يعني في الأخير تبدو أنتم تقدحوا في الناس. هل أنا بهذا الكلام أسأت الأدب على الجزائريين؟ هل أنا بهذا الكلام الذي قلته قبل دقيقة أنا شتمت الجزائريين؟ لا والله، بل الذي أنا أطلب ومهم بالنسبة لي أن تخرج وتقول لي لا هذه الاتفاقية كذا، المعلومة اللي قلت في التاريخ ليست كذا كذا، الباشا حسن الذي وقع باسم الجزائر كذا وكذا. اخرجوا لي وقولوا لي هذه المعلومات. لا نطلع يقول لك هذا مغربي بحال كذا، لا هذا كذا وكذا، تأتوني وكأنكم تشتموني كذا وهذا. أنا إذا قلت لي أنت يهودي نقدر نغضب، إذا قلت لي كذا ما نغضب. والله إنك إن قلت لي إن أصلك يمني والله مغربي والله سعودي وكذا والله لا يغضبني. يعني ماذا؟ لأنني قبل أن أكون صاحب جنسية فرضتها علي فرنسا فأنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.